ما الأمر يا عمر؟ لما توقفت؟ ألا أعجبك الشاص يا عمر؟ أجل بالتأكيد أعجبني الشاص يا أبي، إنه جميل جدا، إنه يبدو قوي، انظر إليه، كم أتمنى شخصا مثله. إن شاء الله يا عمر، إذا رزقنا الله سأشتري لك هذا الشاص، فيبدو شكله أفضل. والله يا أبي إني أراهم جميعا جمالا، هذا جميل وهذا جميل، جميعهم جمال، ولكني أحببت هذا الشاص أكثر. إن شاء الله يا ابني، ربنا يرزقنا. أنا أعمل على مشروع الآن، وإذا نجح المشروع الذي أعمل عليه سأشتري لك كل ما تتمناه بإذن الله. واليوم أخذت إجازة خصيصا لكي نخرج معا في رحلة. هيا قبل أن يتأخر الوقت. أحب عندما نذهب إلى الغابة معا يا أبي، كم أتمنى لو أمي كانت معنا. الله يرحمها يا ولدي. هل أنت مستعد لأفضل رحلة يا ولدي في الغابة؟ أجل بكل تأكيد يا أبي. يكفيك لعبا يا عمر، أريد أن أعطيك شيئا. هيا خذ هذه. ما هذا؟ أمسكها وستعرف. واو، هذه الساعة جميلة جدا يا أبي، ويبدو أنها غالية جدا جدا. نعم يا ولدي، فهذه الساعة قد أعطاني إياها جدك، وطلب مني أن أحافظ عليها وأن أعطيها لولدي، وها أنا الآن أعطيها لك يا ولدي، وأريدك أن تحافظ عليها، فهي بالنسبة لنا كنز عائلي لا نفرط فيه أبدا. وأنا أعدك يا أبي أنني لن أفرط في هذه الساعة أبدا. وأنا أعلم ذلك يا عمر. سأذهب إلى اللعب قليلا وأعود إليك قبل أن نغادر. ماذا يجري؟ حريق! عمر ولدي! أنا قادم إليك يا عمر.
يبدو أن هذا الولد كان يهرب من الحريق الذي في الغابة. عمر، أنا قادم يا ولدي، أنا قادم يا ولدي. لقد تركت الولد نائما في الداخل، لا يزال فاقدا للوعي. ولكن ماذا تنوي أن تفعل؟ أريد أن أسلمه إلى دار الأيتام ليتولوا أمر تربيته، ولكن أخشى أن يعلموا بأنني من أشعل النار في الغابة، لذلك سأخبرهم أنني وجدته بجانب الطريق بعيدا عن الغابة تماما حتى لا يشك أحد فيني. هذا هو أفضل حل يمكنني القيام به. عمر، أين أنت يا عمر؟ أين ذهب ابني؟ عمر، أين أنت يا عمر؟ أريد أن أعرف أين ذهب ابني. كان ابني يلعب داخل الغابة وأخشى أن يكون قد حدث له شيء في الحريق. أين ذهب ابني؟ لماذا لا تجيبون علي وتظلون صامتين هكذا؟ أين عمر؟ ما الذي تفعله؟ يجب أن تستريح. أنا لا أريد أن أستريح، أنا أريد أن أعرف أين هو ولدي عمر. لا أريدك أن تقلق، فعمليات البحث مستمرة وسنجده إن شاء الله. عليك أن تستريح فقط. أنا أريد ولدي عمر. ما الذي جرى له؟ لقد أغمي عليه، ساعدني لنحمله. أيها الممرضون، تعالوا إلى هنا. أنا قلق من الاختبارات التي علينا اليوم يا عمر. لا تقلق، أهم شيء أنك ذاكرت بالأمس كما قلت لك، صحيح؟ أين أنت يا ولدي؟ لقد طلبت مني هذا الشخص عندما كنت صغيرا، وقلت لك إن رزقنا الله سأشتريه لك، والحمد لله قد رزقنا واشتريته لك. ولكن أين أنت الآن يا ولدي؟
ما رأيك بهذا الشخص يا عمر؟ يبدو شكله جميلا وهو موديل 2022. إن الشخص جميل، ولكن المشكلة هي أنني لا أملك ثمنه. بالتأكيد سيكون ثمن الشخص مرتفعا لأنه موديل 2022 كما قلت، لذلك دعنا نبحث عن موديل أقدم قليلا. ما رأيك أن نرى هذا الشخص؟ ليس سيئا، ولكن كم سعره؟ مرحب يلي تسمع فينا، مرحب يلي تسمع فينا، يا معجب قول غناوينا، يا معجب قول سهانينا، نتباع نحمد ولينا، نحكي لك نبقى مهمة، نحكي لك نبقى مهمة، الضابط والضابط شاعر ما نعرفش النابط، فنانين الفن الهابط غنى. يجب عليكم أن تكونوا سعداء لأنكم من اختارتكم الشركة من بين مئات المتقدمين للوظيفة، ولكن الشركة اختارتكم بسبب الجهود التي بذلتموها في الفترة الأخيرة والشهادات التي حصلتم عليها من الجامعات، ولذلك نتمنى منكم أن تعملوا بكامل طاقتكم من أجل أن ننهض بهذه الشركة نحو مستقبل أفضل. جميع الموظفين الجدد حاضرين الآن. جيد، ولكن هل أنت متأكد من كفاءتهم يا حسن؟ هل نستطيع أن نعتمد عليهم في المشروع الجديد أم لا؟ علينا أن ننتهي من هذا المشروع سريعا يا حسن. نعم بالتأكيد يا أستاذ محمد، نستطيع الاعتماد عليهم، فقد قمت باختيارهم بنفسي. أريد أن ننهي هذا المشروع سريعا، فإن المستثمرين لن ينتظروا علينا لوقت أطول. إن المدة المتفق عليها هي شهر، علينا أن ننهي المشروع كاملا في شهر واحد، لذلك يجب علينا أن نعمل بكامل طاقتنا. لماذا يغادر هذا المهندس؟ لم ينتهي الدوام بعد، لماذا هذا الاستهتار؟ فلتخصم 5 أيام منه. لا شك أن معه سببا. ليس هنالك أي سبب يجعله يترك العمل ويغادر. هذا المهندس يدعى عمر، أنا متأكد أن هنالك سببا جعله يغادر قبل انتهاء الدوام. عمر من أكثر الموظفين المجتهدين لدينا في الشركة.
طمني أيها الطبيب، كيف حال صديقي محمد الآن؟ لا أريدك أن تقلق، لقد تعدى مرحلة الخطر، ولكن للأسف إنه في غيبوبة الآن، لذلك يجب عليه أن يبقى تحت العناية المركزة. وهنالك بعض الأشياء التي نريدها، سأكتبها لك لتحضرها. ها؟ ما الذي يحدث؟ لماذا باب السيارة مفتوح هكذا؟ أين اختفى المال؟ لقد تركت المال هنا. أين اختفى المال؟ أيعقل أن يكون؟ ما الذي يحدث أيها الشرطي؟ لماذا تقفون أمام منزلي؟ إذا أنت عمر، معنا أمر بالقبض عليك يا عمر، لذلك تعال معنا بدون أي مشاكل. ماذا فعلت كي تقبضوا علي؟ يقول مالك الشركة التي تعمل فيها أنك سرقت حقيبة تحتوي على مال من سيارته، ولذلك نحن هنا للقبض عليك. ماذا؟ ما الذي تقوله؟ أنا لم أسرق أي شيء. لا يوجد فائدة من الحوار معنا، تعال معنا بدون أي مقاومة. أنا لا أريدك أن تقلق يا أستاذ محمد، غدا سيتم تقديمه للنيابة العامة وسيعترف بكل شيء رغما عنه، فور بدء التحقيق معه غدا سيعترف بدون شك، لذا لا داعي للقلق. أشكرك على ذلك، ولكن هل قمتم بتفتيش المنزل ولم تجدوا حقيبة الأموال؟ في الحقيقة لم نقم بتفتيش منزله، لأننا لم نكن نملك حينها تصريحا في ذلك الوقت، ولكننا سنحصل على التصريح غدا إن شاء الله. كيف لم تقوموا بتفتيش المنزل حتى الآن؟ أنا أرغب في قوة تتحرك معي الآن فورا، وسأتحدث مع المسؤول عن مركز الشرطة ليمنحكم الإذن بالتفتيش. إنها هي نفس الساعة، ومكتوب: يا أبي إني لا أعلم مكانك، ولكني أشتاق إليك دائما. أعطيتني ساعة وقلت لي أن أحفظها وأن أظل محافظا عليها حتى أراك يا أبي الغالي، فأسلم إليك الساعة وأقول لك يا أبي إني وفيت بوعدي لك.
يا أبي، يا حبيب قلبي. عمر ولدي، أخيرا يا عمر، بعدما فرقتنا الأيام جمعنا الله مرة أخرى. لا أفهم. أنا هو والدك يا عمر، لقد وجدت الساعة في منزلك، لقد اشتقت إليك يا عمر. وإني اشتقت إليك يا أبي، وإني اشتقت إليك.